معي 4 مشروبات غازية سوف أقوم بتجربتها وتقييمها من السيء إلى الأفضل. نبدأ بأول منتوج، وهو منتوج إزم شركة إيفري المنطقة الصناعية تحرش أقبو. تحياتنا الناس أقبو ولاية بجاية. صراحة الشعار كي والديزاين جيد معناها. هذا للمعلومية، هذا مشروب طاقوي. هو عفوا، أفضل نزاهة. بسم الله الرحمن الرحيم. طعم قوي جدا يعني صراحة. كافيين، قوة الكافيين قوة صراحة لأنها مكتوبة في العلبة. يعني اللون بنفسجي، لون المشروب بنفسجي، والطعم والطعم النكهة مدلو 8/10. يعني مشروب بامتياز مع الديزاين مع كل شيء. بنت العلك بقوة صراحة. يعني ما ننصحش بهذا لأنه يحكم عليك بقوة وتعود يوميا علبة أو اثنين للأسف. ثاني مشروب وهو جودي. هذا الجودي عفوا، جودي عنابة على ما أظن. عفوا، لا تبسها. تحياتنا الناس تبسها. هذا يدير السعر تاعو 25 دينار بالسعر المحلي. 25 دينار يدير. طعمه لا بأس به، جيد يعني صراحة. وبالدولار حوالي 0.20 سنت بالسعر البنكة، السعر الخارجي. والسعر الخارجي تقريبا 4 سنت، 3.5 سنت. لا بأس به، جيد. معظمهم يستخدموه في الأعراس. هذا نجربه ما نخاف. بسم الله. أوه الغازيات تمد الرسائل بقوة قاع. جودي الديزاين لا بأس به. 4/10. محبوب المحلي بقوة صراحة. في الوسط المتوسط الغني. لا توجد لك. محبوب لأنها بسعر بسيط فقط. نكهة الأناناس للأسف، يعني لا غازيات، ملون مركز بقوة جدا. السكر مرتفع، ما ننصحش به. ثاني مشروب معنا وهو شوابس صراحة غنية عن التعريف. فرعها المتواجد في سكيكدا. حمادي كروما ولاية سكيكدا. تحياتنا الناس حمادي وسكيكدا. اوه قوي جدا صراحة. شوابس عالمية صراحة عن تجربة. السكر ضعيف جدا. نكهة الرمان مركزة بقوة. هذا السبب اللي خلاها تنشهر وخلى الكثير من العلامات التجارية تنقل عليهم هذه النكهة. نكهة الرمان كانت قليلة في معظم العلامات التجارية، ولكن الآن نسخوا عليها كثيرا. لكن تبقى شوبس هي القمة. الديزاين يعني جيد. 9/10. نكهة الغازيات لا بأس بها. الغازيات متوسطة صراحة. مثلها 9/10. والآن مع رامي. هذا أعتقد مشروب طقوي. هذا طقوي لأني جربته البارح. جيد. هذا الشيء اللي دفعني أني ندير مقارنة بين 4 من أنواع مشروبات. لذلك أي اقتراحات أنواع اكتبوها لنا في صندوق التعليقات. وإذا راك تشاهد اشترك، راك جزء كبير من هذه القناة. عفوا. طيبية فود، هذه المنطقة الصناعية.
رويبة. تحياتنا الناس رويبة. بسم الله. يعني الديزاين هكذا جيد، يعني 8 من 10 صراحة. نتمنى أنه يكون الطعم جيد. مشروب طاقوي، لكن نكهة الكافيين مركزة جدا جدا. هو مشروب شبه غازي، يعني متوسط، ليس بالغازي الكثير، ولكن للأسف قوة الكافيين أثرت بقوة. صراحة نقارنوه بينه وبين إيزم، بالنسبة إيزم أفضل بصراحة. كتجربة يعني إيزم أفضل من إيزم. الكافيين يعني حتى وزايد قليلا، لكن مش للدرجة ذيك المؤثر. أما رامي سيئة صراحة. بالنسبة للمنتوج المحلي نفضل إيزم، وبالنسبة للمنتوج الأجنبي أفضل من كوكاكولا بألف مرة، وهي شويبس. كانت هذه مقارنة لأربع أنواع من المشروبات الجزائرية، واحد منها فقط من المنتوجات الأجنبية ومتواجد في السوق الجزائرية، ولكنها طغى بقوة وهو شوابس. أي اقتراحات، تحديات أو مقارنات اكتبها لنا في قسم التعليقات. أنتظر دعمك بقوة. القادم أقوى بإذن الله. اشترك أو سألاحقك.